عمرك لاحظت ان القطة وهي ماشية كأنها بتسيب بس اثرين على الارض، مش 4 زي ما المفروض عشان عندها 4 رجلين؟ القطة عندها حركة مش اي حيوان بيعرف يعملها، اسمها دايركت ريجسترينج، يعني ببساطة رجلها الورانية بتيجي بالظبط على نفس مكان رجلها القدامانية، وده مش صدفة، دي مهارة متعلماها علشان تقلل صوتها وهي ماشية وما تسيبش ريحة او اثر واضح للفريسة اللي عايزة تصطادها. يعني القطة كده بتعمل نظام الشبح الصامت بتاع الغابة. وعلشان كده لو شفت قطتين ماشيين ورا بعض ساعات بتلاقي الاثار على الارض كانهم قطه واحده بس، لان التانيه بتحط رجلها على نفس الاثر وكانهم ماشيين بنظام الكوبي بيست. وعلشان ازودك معلومه كده على الماشي، الطريقه دي مش بس موجوده في القطط الاليفه، لا دي كمان موجوده في النمور والاسود والفهود. كل عيله القطط الكبيره والصغيره عندهم نفس المهاره، وده اللي بيخليهم افضل صيادين في العالم. حتى العلماء بيقولوا ان الحركه دي بتساعدهم يمشوا في اماكن صعبه زي الغابات الكثيفه او الصحراء، وده من غير ما يوقعوا نفسهم في مشاكل ولا يصدروا صوت. والخطوات المتقنه دي كمان بتحميهم من انهم يدوسوا على حاجه مؤذيه زي شوك او حجر، وده طبعا مهم للحيوانات اللي عايشه على الصيد، لان اي اصابه ممكن تمنعها من الاكل. يعني باختصار القطه مش بس كيوت، دي كمان نينجا محترف ماشيه على 4 رجول بس بتسيب لك اثرين.